بالنسبة للشباب في هذه المواجهة وبهذا اللقاء. قرعة البداية بين الفريقين يختار معها النصر أن يذهب إلى يمين السادة المشاهدين الكرام، الشباب إلى اليسار. النصر الذي خرج بفوز كبير جدا أرضى عشاقه وأنصاره بعد أن امتنع عن تحقيق أي نقطة في الجولتين الأولى من مسابقة الدوري، لكن تمكن من إرضاء عشاقه بانتصار كبير وبخماسية في ليلة تعلق فيها ساديو ماني واختير كهدف الجولة عن الجولة الماضية، وفي مباراة تعلق فيها قائد الأسطورة كريستيانو رونالدو، والذي تمكن من تسجيل الهاتريك الثالث له مع النصر. وبعد ذلك اليوم النصر يدخل هذا اللقاء بظروف معنوية عالية جدا، خماسية كانت في المباراة الماضية، يلعب الليلة بين جماهيره وبين أنصاره بهذا الزخم الكبير جدا من المشجعين في هذه المباراة طويلة على الجهة اليسار إلى انطلاقة للصبياني. صبياني يعوض متى يمرر الكرة للسكور على الجهة اليمين، انطلاقة لصالح الشباب، لكنها الخليج في مباراة يلعب فيها من أمام الحزم. الكرة في هذه المواجهة بالإضافة إلى لقاء الأهلي أمام الطائي، مباراة الخلقة جمعت بين الفريقين في هذا الملعب، كلها انتهت بنتائج كبيرة. لعب أول مبارياته كانت في مواجهة الوحدة كرة اللعب، لأن الغنام سلطان يفضل يمرر الكرة بهذا الشكل. الله على لقطة، الله على كرة بين ثنائي النصر الغنام وعبد الرحمن غاب، تعود إلى الخلف، تقدم نصراوي في الأمام بحثا عن أول أهداف المباراة. ساديو ماني بتمريرة، النصر في محاولة العرضية إلى منطقة. يفضل مثل هذه التحديات أمام ثلاث عناصر، يلعب كرة عرضية الشباب، الاندفاع من إكويار، يلعب كرة للشباب ومحاولة وركلة جزاء وقرار بركلة جزاء، والكرة فيها اوفسايد. لا، الصافرة جاءت بركلة حرة غير مباشرة. وبدأ التحكيم الدولي في 2016 النصر عند محاولة وعرضية، وأيمن يحيى علي لاجامي الكرة للنصر. ساديو ماني يحاول في اليمنى، سلطان الغنام يقود الهجوم بعد بتمريرة تعود للخلف. الكلام نجم الشباب وكبيرهم إيفار بانيجا، الكرة اللعب جبرازوفيتش يلعب كرة إلى منطقة الجزاء بعيدة من الكرواتي، مرة محاولة على الجهة اليمين. شوف الأداء اللي قدمه بروزوفيتش، العرضية خطيرة لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب بتدخل من نادر الشباب. انطلاقة من بروزوفيتش والتصدي من كيم سونغ، ترجع إلى غريب. الله، حلوة الكرة كانت من بروزوفيتش، الدينامو المحرك. مشاهدة هذا الرجل كيف يتحرك على كرة وتمريرة لسلطان الغنام. الغنام يمرر الكرة قريبة من بروزوفيتش، النصر عنده كرة عرضية مرت إلى خارج أرضية الملعب مع مطالبات نصراوية بأن الكرة الماضية فيها لمسة يد. الكرة أخذ من حكم المباراة، حكم المباراة سيذهب واحدة من قمم الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد على ملعب الملك فهد، لكن على ملعب الأول بارك. ما هو القرار؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء للنصر. النصر يحصل على قرار بركلة جزاء في لمسة يد على هتان بهبري باللقطة الماضية. القرار من إسماعيل الفات، وتحرك رونالدو، ورونالدو جول. النصر يتقدم بأول أهدافه في المباراة في دوري الأساطير. يتزعم أسطورة الأساطير كريستيانو رونالدو، ومن علامة الجزاء يهدي النصر أول أهدافه في المباراة. يتقدم للنصر من أمام الشباب. كيمسون قال له على اليسار، قال له خذها حيثما أردت، وسجل أول أهداف الفريق في مباراة الأول. ثم الشباب الآن يبدأ في رحلة البحث عن التعديل. الآن إلى إيفار بانيجا، بانيجا حاول من أمام أكثر من لاعب، عطاء كبير جدا. ساديو ماني في عرضية لكنها عند الرغبة الكبيرة هجوميا. كونان يلعب كرة عرضية باتجاه فهد المولد ياخذ كرة يمررها على اليسار إلى رونالدو في انطلاقة، رونالدو في كرة من حكم المباراة بناء على إشارة بيركر إلى صالح النصر مع تقدم الفتيل يلعب كرة في إلى رونالدو يحاول يعدي، رونالدو عدى. الله وحنا فقط في 17 دقيقة من شوط المباراة الأول. الراسية، الله، جول.
طالع في الأحلام من رجل الأرقام. ارتقاء عالي، ارتقاء عالي للعالي. كريستيانو يتمكن من تسجيل ثاني أهداف النصر في المباراة. النصر مرة أخرى، بل رونالدو مرة أخرى. اضرب يا رونالدو، اضرب يا كريستيانو. كرة تصعب على كيم سونغ. الهدف الثاني يسجل رونالدو. العودة لتقنية هذه الكرة. حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو من أجل اتخاذ القرار. إذن الكرة واصلة باتجاه ساديو ماني. ساديو ماني يلعب كرة هتنبع كثير من الأيام الجميلة، كثير من الليالي الرائعة في دوري روشن السعودي المحترفين، لأنه طبعا لا شك بكرة اللعب على الجهة اليسار. المحاولة في الطرف الأيسر، صبياني واصل الكرة إلى إياغو سانتوس. يلعب كرة عند كيمجا، الضغط الشبابي والكرة ملعوبة إلى منطقة الجزاء، لكنها مر الجهة اليسار إلى رونالدو، إلى رونالدو، إلى سقوط وركلة جزاء. نعم قرار صحيح من حكم المباراة، لم يتردد. اللقطة كانت محرجة على المدافعين، اللقطة كانت في غاية الروعة بين الثنائي. شوف التفاهم الكبير اللي كان بين وحكم المباراة يعطي القرار. رونالدو من جديد. رونالدو مرة أخرى، رونالدو وكالمعتاد رونالدو. والنصر يسجل ثاني أهدافه. رونالدو يسجل هدف الثالث، لكن الهدف الثاني المحتسب من حكم المباراة إسماعيل الفاتح لصالح كريستيانو. الله 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 الله. وفي الجهة اليمنى ساديو ماني من أمام إياغو سانتوس. الكرة اللعب من غريب مقطوعة وقراءة بروزوفيتش بعرض الملعب لرونالدو، واصلة لساديو ماني. جول الجد مال هلا فارس نجد. الهدف الثالث ساديو ماني. خلاص النصر قاعد يقول كلمة الآن بعد خماسية في مرمى الفتح، الآن في شوط واحد وثلاثية في مرمى الليوث. ساديو ماني يسجل الهدف الثالث للنصر. الله